هالو بنات، كيف حالكم؟ أنا سماح ومرحبا فيكم في فلوج جديد. اليوم رح أشارككم يومي وكل تفاصيله، وكمان رح نصنع سوا التيراميسو اللذيذ بطريقة كتير سهلة. ويلا نبدأ ونشوف شو مخبينا اليوم. طلعت من البيت الصبح وأول شي بعمله بمر لعند جوزي على المحل، بسلم عليه، بعدين بكمل طريقي على المدرسة. وأنا عم بدرس لغة ألماني، واليوم الدرس كان جدا صعب. وهلأ صار وقت الاستراحة، والجو اليوم كان جدا بارد. وهلأ خلصت مدرسة وصار الوقت نروح سوا على السوبر ماركت لنجيب أغراض التيراميسو سوا. وهلأ صرت أنا بالسوبر ماركت ورح أجيب أغراضي الناقصتني ونروح سوا على البيت لنعمل التيراميسو. هلأ أهم شي حنجيب البسكوت الخاص بالتيراميسو. هذا البسكوت موجود بكل المولات والماركات، هذا خاص بالتيراميسو، بيلزمنا كيس واحد بس. وهلأ حنجيب المكون الثاني يلي هو الماسكربونة، وإذا ما متوفر عندك فيكي تستغني عنه وتستخدمي جبنة كريمية. وهلأ حنجيب المكون اللي بعده يلي هو الشلاكزانا، والمكون الأخير يلي بدنا إياه النسكافيه. وهلأ قبل ما نبلش بالوصفة خليني أجهز حالي. وهاي المكونات جهزتها كلها قدامي لنبدأ بوصفتنا. هذا البسكوت يلي جبناه، وهاي الشلاكزانا، والمسكربونة، وأكيد أهم مكون النسكافيه. أول شي حنعمله حنجيب زبدية ونحط فيها مقدار 3 معالق من النسكافيه، وحنضيف فوقن مي تقريبا كوبين، وفيك تضيفي حليب. وحنحركن كتير منيح ليدوب عنا النسكافيه. وهلأ حنبدأ بالخطوة يلي بعدها، حنضيف الشلاكزانا، وطبعا لازم تكون باردة، ما لازم تكون بحرارة الغرفة مشان ما تفرط معانا وقت الخفق. وهلأ بنخفقن كتير منيح
لمدة تقريبا 2-3 لحتى نوصل للقوام المطلوب. وبعد مرور 2 حصلنا على هذا القوام، لا سميك ولا خفيف. وبعد الخفق صبايا حنضيف معلقة حليب مكثف. إذا ما كان متوفر عندك فيك تضيفي سكر بودرة، وإذا ما كان متوفر كمان بصير من دونه، تعطي حلاوة بسيطة. وهلأ اختياري، فيك تضيفي ظرف فانيليا بيعطي نكهة كتير طيبة. وهلأ صار وقت الماسكربونة، حنضيف العلبة كاملا. وهلأ صبايا حنحركهم تحريك بالسباتولا. وصفة كتير سهلة ولذيذة وما بتحتاج وقت ولا مجهود. وهلأ صار وقت التطبيق. منجيب شاط البايركس ومنغمس البسكوت بالنسكافيه، ما منغمسه زيادة مشان ما يصير طري. بهالطريقة منرتب طبقات البسكوت بأعجاط بهالشكل. وهلأ صبايا حنضيف نص الكمية من الكريمة اللي عملناها ونملسها بشكل متساوي بهالطريقة. وهلأ صار وقت الطبقة الثانية. منكرر العملية لحتى نوصل للطبقات اللي نحن بدنا اياها. أنا عملته طبقتين، فيكن تعملوا أكتر من هيك. بعد ما خلصنا من صف البسكوت حنضيف الطبقة الأخيرة
الكريمة اللي بقيت عنا. وحنملس الوش بشكل متساوي بهالطريقة. وهلأ بعد ما ملسنا السطح حجات بهالشكل، مننظف الحواف بشكل كتير منيح. ومنحطها بالبراد لمدة 2 قبل التزيين. شايفين شكلها محلى؟ وهلأ بعد مرور 2 طلعناها من البراد وحنزينها. أنا بزينها بهالطريقة، بحط شوكة ومعلقة وبجيب كاكاو وبرشه بهالشكل. فيكي تعملي الرسمة اللي بدك إياها، إذا عندك قوالب ورد، فراشات، قلوب، فيك تحطيها وترشي فوق الكاكاو. بعد ما رشينا الكاكاو بهالشكل، بنعبي كل الأماكن، بنشيل المعلقة والشوكة. شايفين الشكل كيف طلع عنا؟ كتير مرتب وحلو. إذا عجبكم الفلوج لا تنسوا اللايك والاشتراك، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وبشوفكم بالفيديو الجاي.